كن صحي. صحصوح سهلها عليك. البيتزا. المقادير: عجينة البيتزا: كوب دقيق أسمر، ربع كوب دقيق أبيض، ملعقة شاي من الخميرة الفورية، نصف كوب ماء دافئ، نصف ملعقة شاي من الملح. حشوة البيتزا: 3 حبات طماطم مقشرة، حبة كوسة صغيرة، حبة بصل صغيرة شرائح، 6 ملاعق طعام جبنة موزاريلا قليلة الدسم مبشورة، فصين ثوم مهروس، نصف ملعقة شاي من زيت الذرة، ملعقة شاي من زيت الزيتون، نصف ملعقة شاي من البهارات الإيطالية، نصف ملعقة شاي من الملح، رشة فلفل أسود، ربع ملعقة شاي من البهارات الإيطالية. نضع المقادير الثلاثة الأولى في وعاء أو في ماكينة العجن. يضاف لها الماء والملح ويعجن لمدة لا تقل عن 5 دقائق. يمكن إضافة الماء عند الحاجة حتى نحصل على عجينة لينة. توضع العجينة في وعاء مدهون بزيت الزيتون. تغطى وتوضع في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. تخلط الطماطم والثوم والملح في الخلاط حتى تمتزج جيداً. توضع في قدر صغير وتطهى لمدة 5 دقائق ثم ترفع عن النار. تقطع الكوسة إلى شرائح رفيعة باستخدام مقشرة الخضار. في وعاء تخلط الكوسة والبصل والفلفل الأسود وزيت الذرة مع المقدار الأول من التوابل الإيطالية. يسخن الفرن إلى أعلى درجة حرارة لمدة ربع ساعة على الأقل. تفرد العجينة فوق سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة، ثم توضع في صينية. توزع صلصة الطماطم على العجين ثم ترش بالجبن ثم خليط الكوسة والبصل. تخبز في الفرن من 7 إلى 10 دقائق أو حتى تحمر. تخرج من الفرن وترش بملعقة زيت الزيتون والمقدار الثاني من التوابل الإيطالية. تقطع وتقدم ساخنة.